كي تشوف الجامع اللي كان في وقت النبي مسجد ومدرسة وبرلمان والناس كامل عضوة فيه، ولا قصر وغير الفخامة اللي ساكنة فيه، أعرف باللي ميراث النبي ما راهش بخير. كي تشوف بنادم يحب يمشي في الشارع ويفكر في ربي سبحانه خير ما يقعد في الجامع ويفكر في صباطه، أعرف باللي ميراث النبي ما راهش بخير. كي تشوف حاب بنادم يركن سيارته وسط الطريق باش يزرب يلحق بالركعة في الشهر الفضيل، عارف باللي ميراث النبي ما راهش بخير. كي تشوف حاب بنادم يحجز بلاصتو في الجامع ويخرج يقضي صوالحو وبنت له ربح الدنيا ودين، أعرف باللي ميراث النبي ما راهش بخير. كي تشوف الجامع ولا حديقة التسلية وحضانة للدراري والقماميط في التراويح اللي هي زعما قيام الليل، أعرف باللي ميراث النبي ما راهش بخير. كي تشوف المسلمين يتنافسوا على أجود قراء القرآن في التراويح، تقول رايحين يسهروا مع أم كلثوم ولا عبد الحليم وخلاو روح القرآن، أعرف باللي ميراث النبي ما راهش بخير. كي تشوف الشيوخ نتاع الدين ولاو كهنة المعبد ما ينتجوا، ما هم صنيعية، ما هم فلاحين، أعرف باللي ميراث النبي ما راهش بخير. المشكلة نتاعنا حنا اللي ننتسبوا لهذا الدين ماشي في التطبيق، المشكلة في الفهامة المعوجة اللي ضيعت ميراث خاتم الأنبياء والمرسلين.